السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أجنحة وهنعمل مكرونة سباكيتي سهلة وسريعة. حضر محلول النقع معانا ليمون وملح وسكر ورشة فلفل اسود ونقعت حطاها في محلول النقع لمدة أو ساعتين. جبت حلة على النار وحطيت فيها مية وحطيت ملح زيت وسبتها لحد ما غليت، وبعد كده قمت ساقطه معانا ده كيلو مكرونه اسباجيتي صينيه كبيره، وحطيت السمنه وحطيت بعد كده خليت الزيت قدح، وبعد كده قمت رصه الاجنحه وسبتهم لحد ما يدوا اللون الكرمله اللي هتشوفوها دلوقتي. هنعمل الصلصه عبال ما الظهر بتاع الاجنحه يتحمر زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. جبت بصلايه ومعلقتين سمنه على معلقه زيت وقمت مشوحاهم كلهم لحد ما ادوا اللون الاصفر لونها ذهبي، وبعد كده قمت نازله عليها بالطماطم. الطماطم دي كيلو طماطم، عليها رشة سكر، وقمت ضرباهم في الخلاط ونزلت عليهم بحبة خل، ونزلت مكعب مرقة دجاج وملح وفلفل اسود ورشة صغيرة 7 بهارات. وجبت هنا بعد ما خلصت الصلصة سبتها تتسبك براحتها، وكده ظهر الفراخ اتحمر الكرمر زي ما انتوا شايفينه. وكده هجيبه وهقوم مقلباه على الوش التاني ويتحمر، هقوم مطلعاه على صينية. قمت جايبة كيلو البصل وقمت مشوحاه في قلب الصينية وهي متكرملة زي ما انتوا شايفين كده، وشوحتها تشويحتين زي ما انتوا شايفين، وحطيت نص معلقة سكر على البصلية. فضلت اشوح فيها لحد ما البصل ادى اللون الكرملة. بعد كده بالشرايح الطماطم مقطعاهم شرايح، وبعد كده قمت مشوحاهم كلهم في قلب بعضهم ونزلت عليهم بالتوابل، مكعب مرقة دجاج وملح وفلفل اسود والسبع بهارات وبهارات الفراخ، ورقة لورا. وبعد كده شوحتهم كلهم في قلب بعضهم وقمت نازله عليهم بالاجنحه وشوحتهم كلهم في قلب بعضهم. رصيت الاجنحه وحطيت البصل المكرمل فوق الاجنحه، وبعد كده قمت دلقه شفشق ميه بتغلي وسبتها غليت. وبعد ما غليت حطيتها في الفرن. اول ما غليت حطيتها في الفرن ودخلتها الفرن على درجه حراره 200 لحد ما ادت اللون اللي انتوا شايفينه ده. كانت اللهم بارك، كان طعمها تحفه. عملنا مكرونه الاسباجيتي وعملنا الاجنحه، كانت طعمها جميله. جربوها مش هتندموا. ما خدتش وقت. اي حد مستعجل وعايز يعمل الاكل هي بسرعه، مش هتاخد منه وقت خالص ولا مجهود ولا اي حاجه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبس، تابعوني وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد، ويا ريت تشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.